10 عادات صباحية يجب عليك تجنبها. هل تستيقظ في الصباح لقضاء يوم رائع؟ تبدأ الأمور في التدهور قبل أن تشرب حتى فنجان القهوة الأول؟ ربما لم تفكر في الأمر كثيرا، ولكن الطريقة التي تبدأ بها صباحك تميل إلى تحديد بقية اليوم. إنها مثل تأثير الدومينو، عادة صغيرة واحدة يمكن أن تتسبب في سلسلة من التوتر والإرهاق والقلق. لذا، إذا كانت تتساءل عن سبب انحراف أيامك في كثير من الأحيان عن المسار قبل أن تبدأ حتى، فقد يكون الوقت قد حان لإلقاء نظرة فاحصة على روتينك الصباحي. إليك 10 عادات صباحية شائعة يجب تجنبها إذا كانت تريد جعل كل يوم أفضل يوم. العادة الأولى: الضغط على زر الغفوة. تعرف الشعور؟ ينطلق المنبه، وتمتد ببطء لتضغط على زر الغفوة، يائسا لبضع دقائق إضافية من النوم. لكن هنا المشكلة: تلك الدقائق الإضافية لا تفيدك بشيء. عند الضغط على زر الغفوة، تقاطع دورة نومك، مما يجعلك تشعر بمزيد من التعب والارتباك. هذا الشعور بالنعاس، المعروف باسم القصور الذهني أو الكسل الذهني، يمكن أن يستمر لساعات، مما يجعل من الصعب عليك الانطلاق. لذا، حاول ضبط المنبه على وقت تنوي فيه فعلا الاستيقاظ. العادة الثانية: تفقد هاتفك مباشرة. ما هو أول شيء تفعله عندما تستيقظ؟ إذا كانت مثل معظم الناس، فمن المحتمل أن تتناول هاتفك وتبدأ في التمرير عبر سيل من الإشعارات ورسائل البريد الإلكتروني وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي. رغم أنه قد يبدو غير ضار، إلا أن بدء يومك بهذه الطريقة يمكن أن يرفع مستويات التوتر لديك قبل أن تغادر سريرك. القصف المستمر للمعلومات يجعلك تشعر بالإرهاق والقلق، مما يضع نغمة سلبية لبقية يومك. بدلاً من ذلك، امنح نفسك بعض الوقت بعيداً عن الشاشات في الصباح لتستيقظ بشكل طبيعي أكثر. العادة الثالثة: تجنب أشعة الشمس الصباحية. الضوء الطبيعي في الصباح هو واحد من أفضل الطرق لإيقاظ جسدك وعقلك. يساعد الضوء الشمسي في تنظيم الإيقاع اليومي لجسمك، الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ. عندما تتجنب أشعة الشمس الصباحية، تفوتك فرصة تعزيز طبيعي لمزاجك ويقظتك. حاول قضاء بضع دقائق في الخارج أو بالقرب من نافذة في الصباح لتمتص بعض الأشعة. هذا يحدث فرقاً كبيراً في كيف تشعر. العادة الرابعة: عدم شرب الماء. جسمك يكون بطبيعة الحال في حالة جفاف بعد النوم ليلاً، لذا من المهم أن تعيد ترطيبه فور استيقاظك. إذا تخطيت كأس الماء الصباحي، من المحتمل أن تشعر بالخمول وضبابية العقل، وهذا بالطبع يجعل من الصعب التركيز وإنجاز الأمور. الترطيب هو المفتاح للحفاظ على مستويات الطاقة والدماغ في أفضل حالاته. حاول شرب كأس من الماء فور استيقاظك. العادة الخامسة: شرب القهوة على معدة فارغة. القهوة شريان الحياة في الصباح، لكن هل تعلم أن شربها على معدة فارغة يمكن أن يضر أكثر مما ينفع؟ عندما تشرب القهوة قبل تناول أي شيء، تزيد من حموضة معدتك، مما يؤدي إلى مشاكل هضمية مثل الحموضة المعوية أو اضطراب المعدة. كما يمكن أن يجعلك تشعر بالاهتياج والقلق. ليس أفضل طريقة لبدء يومك. حاول تناول وجبة خفيفة قبل فنجان القهوة الأول للحفاظ على معدتك سعيدة وأعصابك مستقرة. العادة السادسة: تناول فطور محمل بالسكر. إذا كانت وجبتك الصباحية تحتوي على الكثير من السكر، سواء كانت معجنات أو حبوب إفطار محلات أو حتى عصائر، فأنك تمهد لنفسك انهياراً لاحقاً. تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى تلك الحالة المرهقة في منتصف الصباح.
من الأفضل اختيار فطور متوازن يحتوي على البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات للحفاظ على طاقتك ثابتة طوال اليوم. العادة السابعة: تجنب ممارسة الرياضة الصباحية. من السهل البقاء بلا حركة أو التمرير عبر هاتفك بدلاً من القيام بتمرين صباحي، لكن تجنب ممارسة الرياضة في الصباح يمكن أن يجعلك تشعر بالخمول وانعدام الحافز. حتى لو كان مجرد تمدد سريع أو مشي قصير، فإنه سيعزز مزاجك ومستوى الطاقة، مما يضع نغمة إيجابية لبقية اليوم. التمارين الصباحية أيضاً تساعد في تحسين تدفق الدم وتصفية ذهنك. العادة الثامنة: مشاهدة التلفاز. قد يكون من المغري تشغيل التلفاز ومتابعة برنامجك المفضل أو نشرة الأخبار الصباحية أثناء التحضير، لكن هذه العادة يمكن أن تكون أكثر تشتتاً مما تعتقد. مشاهدة التلفاز في الصباح تستهلك الوقت الذي يمكن استخدامه بشكل أفضل في أنشطة أكثر إنتاجية، مثل تخطيط يومك أو، كما تعلم، ممارسة بعض التمارين. بالإضافة إلى ذلك، بناء على ما تشاهده، قد يؤثر سلباً على مزاجك، سواء كان ذلك برنامجاً درامياً يجعلك تشعر بالتوتر أو أخباراً تؤدي إلى توترك. العادة التاسعة: الاستحمام بالماء الساخن. هناك شيء لا يمكن إنكاره من الراحة في الاستحمام بالماء الساخن، خاصة عندما يكون الجو بارداً في الخارج. ومع ذلك، قد لا يكون تبخير الحمام باستخدام دش ساخن طويل أفضل طريقة لبدء يومك. بينما قد تشعر بالاسترخاء، الاستحمام بالماء الساخن يجفف بشرتك ويجردها من زيوتها الطبيعية، مما يجعلك تشعر بالحكة والتهيج طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التغيير المفاجئ في درجة الحرارة عند الخروج من الحمام إلى جعلك تشعر بالخمول وحتى الرغبة في العودة تحت الأغطية. اختيار دش بارد قليلا لا يزال منعشا، ولكن بدون الآثار الجانبية السلبية. بالإضافة إلى ذلك، قد يمنحك ذلك القليل من الطاقة الإضافية لبدء يومك. العادة العاشرة: ترك سريرك غير مرتب. عندما تترك سريرك غير مرتب، فإن ذلك يساهم في شعور بالفوضى أو عدم التنظيم الذي غالباً ما يمتد لبقية يومك. قد يبدو ترتيب السرير وكأنه عمل روتيني، لكنه في الواقع طريقة سهلة لبدء يومك بشعور من الإنجاز. يمنحك انتصاراً صغيراً في أول شيء في الصباح، مما يساعد في خلق عقلية أكثر نظاماً وإنتاجية. سواء أعجبك ذلك أم لا، فإن عاداتك الصباحية لها تأثير كبير على بقية ساعات اليقظة. من خلال تجنب هذه العقبات الشائعة، يمكنك وضع نفسك على طريق ليوم أكثر إيجابية وإنتاجية وخالي من التوتر. تذكر، التفاصيل الصغيرة هي التي تحدث الفرق، سواء كان ذلك بتجنب زر الغفوة، أو شرب كأس من الماء، أو قضاء بضع دقائق في الشمس. ابدأ في إجراء تغييرات صغيرة على روتينك الصباحي، وراقب كيف تمتد لتحسن يومك بالكامل. بعد كل شيء، يبدأ اليوم الجيد بصباح جيد. إذا أعجبتك هذه الفيديو، اضغط على زر الإعجاب وشاركها مع أصدقائك حتى نتمكن من الاستمرار في صنع المزيد منها. لمزيد من الفيديوهات مثل هذه، اشترك في القناة ولا تنسى الضغط على جرس الإشعارات. بهذه الطريقة، ستحصل على إشعار بمنشورنا التالي.